بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ومعانا فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بقى نعمل الغدا بتاعنا، بس هو كان عشاء يعني كان بالليل. هنعمل بقى شوية سلطات كده اللي بتنفع مع المشويات، وهنعمل كمان كفتة مشوية. اساس بقى المشويات الطحينة والسلطة الخضراء. واول مرة كنت اعمل اللي هي البصل بالسمان. دايما بسمع عنه ان هو بيتقدم في سندوتشات الكفتة على العربيات اللي هي دايما بتبقى في الشوارع والحاجات دي. لما بشوف حد بيعمل ريفيو عن عربية كفتة اللي هي بتبقى في الشوارع والحاجات دي، دايما بشوف ان هما بيعملوا السندوتش ويحطوا بصل كده بالسمان. هنعمل بقى السلطات بتاعتنا. انا جبت الطحينه، جبت معلقتين طحينه كده، حطيت عليها شويه من الخل وبدات اللي انا اقلبها. الطحينه زي الليمون بتقل معاك، الخل زي الليمون بيتقل معاك الطحينه. بعد كده بقى هجيب التوابل بتاعتي اللي هي كانت ملح وشويه فلفل اسود وشويه كمون. دي الحاجات اللي انا بحطها على الطحينه، ما بضيفش حاجه اكتر من كده. وفي الاخر كده كشكل حطيت شويه بابريكا على الوش. لو انت بتحبي الشطه ممكن تضيفي شطه للطحينه، بس عشان ولادي صغيرين وكانوا هياكلوا من الطحينه فانا ما حطيتش إيه شطه. هنزل بقى بميه من الحنفيه عاديه خالص، مش ميه مغليه ولا اي حاجه، لا ميه من الحنفيه. وهنزل بيها بالتدريج. الطحينه بتاعتي اهي. طبعا لما بتسيبيها بتتقل، كل ما بتسيب الطحينه كل ما قوامها بيتقل. دي اول سلطة، وطبعا كلنا عارفين ان دي من اساس المشويات. خلصنا سلطة الطحينة. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي، هننضف الخضار اللي عندي عشان نعمل السلطة الخضراء ونعمل السلطة اللي هي بتاعة البصل بالسمان. جبت طبعا خيار، جبت طماطم، جبت ليمونة هحتاجها برضو في البصل اللي هو بالسماق ده، هحتاج نص ليمونة. هي بصلاية خضراء، بصلاية واحدة حمراء. انت حابة تعملي سلطات كتير اعملي، بس انا عملت سلطات على قد اللي احنا هنتعشى، ما كانش فيه وجبة تانية. يعني في اليوم ده جوزي اتأخر في الشغل، فعملت الوجبة عشاء، فعملت سلطات على القد عشان ما فيش حاجة تترمي. كلنا عارفين ان الحاجة غالية ولازم نقتصد. قطعت البصل بالسكينة جوليان، بس حاولت ان انا اقطعه رفيع جدا. يلا بقى نشوف التوابل بتاعتنا. شوية خل صغننين كده في حدود نص معلقة صغيرة. عصرة ليمونة. هنزل برضو بالتوابل بتاعتي يا بنات، اللي هي شوية من الملح. وهنزل كمان بشوية من الفلفل الاسود، حاجة كده برضو بسيطة من الفلفل الاسود. واهم حاجة بقى في السلطة دي اللي هي السماق. هنزل بشوية سماق حلوين، وبعدين هقلب بقى السلطة بتاعتي. وبرضو لسه في مكون واحد في السلطة هنعمله مع بعض، اللي هو عود من البقدونس. وبكده دي تكون تاني سلطة خلصت معانا. طعمها كان حلو. يعني انا سمعت عنها كان نفسي ان انا اجربها، بس ما كانش عندي سماق، فالفرصة لما جت وكان عندي سماق قلت اجربها. هنقطع بقى مع بعض عود بقدونس كده على السلطة، وهنقلبها، ودي تاني سلطة خلصت معانا. ما خدتش مني اي وقت، بس بصراحة الحاجات دي التحابيش الحلوة دي بتحلي اي اكلة يعني، ومادام هنعمل كفتة مشوية فلازم نجهز الحاجات بتاعتها. كانت السلطة بس محتاجة شوية ملح كده، ظبطت الملح بتاعها. وبكده السلطة خلصت. يلا بقى نعمل طبق سلطة بقى خضرة حلو. لو انت حابة تضيفي البصل بالسماق على السلطة الخضراء ضيفيها، بس انا حبيت يعني ان هي تبقى طبق لوحده، ممكن حد ياكل اللي يدوقها ما يعجبوش السماق وكده. فما كنش انا بهدلت السلطة كلها، ممكن ان هو يقدر ياكل سلطة خضراء. بس هي طعمها كان حلو جدا، ما كانش فيها حاجة. قطعت طبعا السلطة بتاعتي، وبرضه حطيت عود من البقدونس ايوه. هنزل كده بشوية خل، شوية ملح، شوية كمون. وهبدأ ان انا اقلب السلطة بتاعتي. حبيت ان هي تكون بسيطه بقى، انت ممكن تحطي بقى تلج وممكن تحطي ميه سلطه والحاجات دي. بس انا ما قلت لكم انا ما حبيتش السلطات تبقى كتيره، تبقى على القد. ملحت السلطه والكمون والخل، وكده تمام قوي بقى، كده سلطاتي خلصت. مبقاش عندي حاجه في السلطات، ما خدتش مني وقت. وظبطت الدنيا بسلطات على قد امكانياتي وعلى قد اللي كان متوفر عندي في التلاجة. زي ما انا قلت لكم اليومين دول احنا مش محتاجين تعقيد في حاجه. ونحاول نمشي الدنيا ونمشي الميزانيه على قد ما انت موجود معاكي، عشان فعلا الحاجه غليت جدا يا بنات، فربنا يا رب يرحمنا من الايام دي ويعفو عنا ونعدي منها على خير، عشان هي فعلا هي ازمه. في الوقت ده طبعا انا السياخ بتاعه الكفته بتاعتي كان عندي، بس ما اعرفش راحت فين. فجوزي وهو جاي كده جاب لي من عند بتاع الكباب اللي على الشارع. سيخين كده، هم كانوا طوال قوي. عشان طبعا احنا كلنا عارفين ان الشوايات بتاعه المحلات بتبقى كبيره وعريضه. فجاب لي سيخين كده، طبعا كنا بنعمل بقى. يعني على كل سيخ يا دوبك كفتتين، عشان الشوايه بتاعتنا احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي على القد كده. فكان يا دوبك بتاخد على كل سيخ يعني صباعين كفته.
فبدات ان انا اصبعها كده. انا قلت زمان، قلت لكم انا جايباها من عند الجزار، يعني انا كنت المفروض ان انا قايله لجوزي يجيب لي لحمه مفرومه ودهن، وانا كنت هعمل الكفته المشويه في البيت. بس هو طبعا عشان الجزار احنا بنتعامل معاه، فهو قال له خد الكفته دي جربها متبله وجاهزه على الشوي على طول وعلى ضمانتي. ففعلا كان طعمها حلو، يعني كان توابلها حلوه، انا كنت خايفه منها وقلنا هنجربها مره، بس فعلا توابلها طلعت حلوه جدا. زي ما انتوا شايفين كده، هي دي الكميه اللي السيخ قدر ان هو ياخدها، صباعين الناحيه دي وصباعين الناحيه دي، عشان هيبقى على قد ايه الشوايه. طلعنا بقى في البلكونه، كنا بالليل، الوقت ده كنا بالليل. برضو خليت جوزي جاب عيش بلدي وجاب عيش برجر، قلنا نجرب كده البرجر على الفحم، وبدأنا ان احنا نشوي. الريحة كانت حلوة جدا. وزي ما انا قلت لكم بقى، قعدنا في البلكونه اتغدينا، اتعشينا، عشان شايفين الجو كان ليل خالص في اليوم ده. فكان الكفته اللي تتشوي زي ما انتم شايفين اهو، كنت اخدها كده على الرغيف، واللي ياخد بقى يحط سلطات وحاجته اللي هو عايزها. وكنا ايه، نعمل زي ما انتم شايفين كده. كنا في المرة دي أول مرة كنا كفتة، وبعد كده قلنا ايه هناكل البرجر على الفحم نجربه، وبعد كده شوينا كفتة تاني. الجو كان ساقعة بس الفحم كان مدفي الدنيا. وقعدنا بقى كده في البلكونة، اللي كان عايز ياكل حاجة كان بياكلها، يعني ايه كتغيير، عشان طبعا احنا كلنا عارفين اليومين دول برضو خروجاتنا قلت، مبقناش نروح في حتة، وعلى طول في البيت، ففرحي ولادك على قد امكانياتك. عملنا طبعا بقى اللي جبت الخس وعملت المايونيز على الكاتشب، وبدأت ان انا اعمل كمان سندوتشات البرجر. بعد ما خلصنا البرجر، اللي كان لسه عايز ياكل تاني بدأنا نشوي كفتة تاني. وده كان الفيديو بتاعي، اتمنى اللي هو يعجبكم، متنسوش تعملوا له لايك. مع السلامة.